ابونا الله يرحمه كان في ناس كده بيديلهم من الناتج بعد ما يطلع. لازم قبل ما يجوا نكون احنا خدنا الثمار. خلاص. والله العظيم يا جماعة، اوعى في يوم من الأيام يكون عندك وتحوش عن الناس. في بعض الناس يقول لك يا عمي الناس دي معاها، يا عمي الناس بقت كلها معاها. يا عمي والله في ناس محتاجة كتير. للأسف ممكن تلاقي واحد ربنا كرمه وعنده ثمار وعنده خير لكن منعه، يقوم سبحان الله العظيم يلاقي الآفات مشيت في الزرع، تيجي سوسة تاكل النخل، تيجي مش عارف حشرة، سبحان الله ربنا يسلط عليها الآفات أو الحاجة تاكل. سبحان الله العظيم، مفيش حاجة بتضيع عند ربنا أبدا. إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. واحد يقول لك اعمل خير وارميه في البحر، يقول له يا مغفل مش بروح عند ربنا، مفيش حاجة اسمها ارميه في البحر، ما بيضيعش. الكلمة الطيبة صدقة. أنت متخيل لما يكون عندك جنينة مانجا أو فاكهة أو عندك خير، ما تبخلش على جيرانك، حد محتاج حد عايز اديله، اطعمه عشان يدعي لك بالخير والبركة. خلي شجرة خل طلعها لله. يعني طب انا محتاج فلوس عايز ابيع، بيع يا عم، خلي شجرتين، خلي لك شجره وخلي شجره للجيران، خلي لحد محتاج يدعي لك، والله العظيم لثمارها يزيد، ثمارها هيزيد. عارف زي ايه؟ بس بعد ما تصلي على النبي، صلي على النبي، ساكت ليه؟ زي شجره العنب، يجي يجلموها ويقصوها ويخلوها كده ايه، ما فيهاش، تحس انها قضوا عليها. لكن ايه ده يا عم انت بص الشجره؟ لا ده احنا بنجلمها، البلدي كده. ايه بنجلمها؟ بتشيل منها فروع عشان تطلع فروع جديده وطرح جديد. طب لو ما عملتش كده مش هتطلع، صح ولا لا؟ مش هتطلع حاجه. بعض الناس يعني يبقى دافن المصلحه، مش عايز يطلع اي حاجه. فلا، ده بخل اياك. فوالله العظيم ما نقص مال من صدقه. خلي بالك، اوعى تمنع بدل في خير وربنا. خلي بالك الارزاق دي بيد الله. يعني تلاقي واحد ربنا فتح يقول لك اصل شطارتي بفلوسي، لا ابدا، ده كله من عند ربنا عز وجل. الله والله يرزق من يشاء بغير يحتاج. سبحان الله، ايه ده؟ مش شطارتك، ده من عند ربنا، ربنا اللي ميسر الرزق ده. اختبار، وخليك فاكر ان الدنيا كلها اختبارات، تطلع او تنزل. اللي معاه فلوس ده في اختبار، اللي فقير ده في اختبار، اللي عنده صحه في اختبار، اللي عنده طفل مشاكس في اختبار، اللي عنده زوجه صالحه، كل الدنيا اختبارات. ونشوف الانسان ممكن تلاقي واحد متبردغ في النعم وما يحمدش ربنا، يقول لك اصل شطارتي. حتى ربنا ذكرهم في القران الكريم وقال وقليلا من عبادي الشكور. اوعى تكون منهم بردغ في النعمه، احمد ربنا على ايه؟ صح. فعشان كده بلاش تمنع الخير. اي حاجه عندك، لو تبسم في وجه اخيك صدقه، خايف سنانك تبان مش هتبقى عوره. صلي على النبي واكتفي بهذا القدر. شارك الفيديو لعل احد يستفيد. تابعنا عشان نستمر في نشر الخير كل يوم معلومه جديده. والسلام عليكم.